بص يا كبير، لو انت مفكر ان انت تقعد تتفرج على فيديوهات وتعمل حاجه فالموضوع ده مش هيحصل. ليه بقى؟ لان اصلا في الوقت ده مخك بيبقى مشغول ان هو يترجم الاشارات اللي جايه له من العين ليه عشان يقدر يفهمك انت بتتفرج على ايه. فقول لي والنبي دلوقتي هيجيلك افكار ازاي وانت قاعد تتفرج على فيديو ملوش لازمه؟ عشان يجيلك افكار جامده سيب التليفون وسيب كل حاجه في ايدك وقوم اتمشى، قوم اتحرك. في الوقت ده بتصفي ذهنك كده وريلاكس وهيجيلك افكار حلوه ممكن تبدا فيها. ممكن فكره عاديه تجيلك وتاخد الموضوع باهتمام شويه وتكتبها كده وتشوف الدنيا وتبص تلاقي الفكره ديت نجحت وبقت حاجه كبيره. كل الناس وكل المشاريع اللي انت شايفها قدامك كانت بدايتها فكره، بس اصحابها حاولوا يطوروها ويطلعوها للنور. كل الناس في الاول قعدوا يتريقوا عليها. فانت طول ما انت قاعد بتتفرج على التليفون ده مش هتعمل اي حاجه. سيب التليفون وقوم شوف انت عايز تعمل ايه في حياتك، لان وقتك في الدنيا محدود. طول ما انت قاعد بتضيع وقتك في حاجات ملهاش لازمه فانت بتخسر كتير. كل ثانيه وكل دقيقه محسوبه عليك، لو ضاعت مش هتعرف تجيبها تاني. فقوم شوف انت عايز تعمل ايه. سلام عليكم.